نحاول لو حلال نجرب الاكل بتاعهم. الحاج اللي قاعد بفالنا هو حمالات ده لوكال وش يعني. ونشوف كده نعرف نضرب طلقه ولا اي حاجه. انا مش واخد راحتي في التصوير، انا بحب اصور في الزحمه محدش بياخد باله. اهلا بيكم في المدينه رقم 1 الدوله رقم 3 من رحلتنا حول العالم. المدينه اللي احنا فيها دي مدينه اسمها كليرفو دي مدينه في لوكسمبورغ، مش سياحيه من الدرجه الاولى، مدينه هاديه بعيده خالص في الاقصى الشمال، مفيش فيها حاجه كتير. ولكن اللي جابني هنا حاجتين. اول حاجه متحف اسمه ذاكره العالم، ده واحد مصور كل البشر اللي في العالم وحاطينه في المتحف ده، او على الاقل لف الدول كلها وصور صور من هناك معينه، فجيت وشفته. هتشوفوها مع بعض في الفيديو ده وهتعرفوا قصتها في الفيديو ده. تاني حاجه قصه التمثال اللي ورايا ده. التمثال ده حصل هنا معركة في الحرب العالمية الثانية وكانت من أشد المعارك، فجينا وهنشوف مع بعض اللي حصل في الحرب، أو هحكي لكم اللي حصل في الحرب وأوريكم متخلفات الحرب دي اللي موجودة هنا. الفلوج ده مش هيكون طويل، الفلوج ده هيكون قصير، لأن المدينة دي مش سياحية زي ما قلت، مفيش فيها حاجات كتير تتعمل، ولكن هي مدينة مهمة استراتيجية، فحبيت اجي اشوفها. الفضول خدني وحبيت اجي اشوفها بصراحه، فقلت اجي. وكالعاده هاخدكم معايا، يعني مش هسيبكم وامشي، هسيبكم بقى كالعاده من البدايه خالص، مش من عند محطه القطر اللي هنا، لا من البدايه خالص عشان تعرفوا القصه كامله. يلا بينا. يا صباح الخير، ايه الاخبار؟ دلوقتي احنا ان شاء الله هناخد سلسله حلوه قوي عن اللوكسمبورغ. انتوا طبعا عارفين ان اللوكسمبورغ يعتبر اغنى دوله في العالم. ان شاء الله انا عامل خطه باذن الله تكون مرجع لاي حد ناوي ان هو يجي يزور اللوكسمبورغ ويقعد فيها، او عايز يشوفها كلها في يومين اتنين. في خلال اليومين اللي معانا دول هنزور ال5 مدن بتوعنا وهنشوف فيها كل حاجة، مش هنفوت اي حاجة لان احنا بنسافر عشان نستمتع، مش بنسافر وخلاص. فانا ناوي استمتع ان شاء الله باليومين دول على قد ما اقدر. فلو في اي حد جاي على لوكسمبورغ وعايز يكتشفها وعايز يشوف الخبايا اللي فيها، السلسلة دي هتكون مرجع ليه. دي رقم 1. رقم 2 هقول لكم الخطة اللي احنا هنمشي بيها النهاردة دي. القطر بدأ يمشي، هوريكم القطر معاه من الشباك. لما اخلص كلام اشوف القطر. طيب هقول لكم الخطه اللي احنا هنمشي بيها ان شاء الله اليومين دول. بدء كده. فاحنا المفروض هنطلع من المدينه اللي انا ساكن فيها دي، هروح على ايندهوفن. المفروض كنت اروح ماستريخت، فالمفروض ان في قطر دايركت من هنا لماستريخت على طول، بس في محطه في النص فيها عطل تقريبا. فعملوا حاجه، قال لك هتروح على ايندهوفن، ومن ايندهوفن هتاخد باص يوديك على مدينه، على محطه قطر تانية، ومن القطر اللي هناك تاخد القطر اللي رايح ماستريخت، ومن هناك هناخد قطر يودينا بلجيكا، ومن بلجيكا ناخد بقى ان شاء الله القطر الاخير. فهي هناخد تقريبا 5 قطارات او يعني بدايتها كده. بس ان شاء الله هنستمتع، مش ناوي اخلي حاجه تضايقني ولا اي حاجه تعكر مزاجي. باذن الله هنستمتع على قد ما نقدر. اول مدينه هنزورها ان شاء الله مع بعض هي مدينه كليرفو دي مدينه على حدود لوكسمبورغ من ناحيه بلجيكا. يعني احنا عندنا هولندا مثلا الناحيه دي، جنبها بلجيكا، ومن بلجيكا هنروح على كليرفو. هو القطر بيمشي كده. بس اشوفكم ان شاء الله لما نوصل ايندوفن وناخد الباص. طيب احنا رحنا ايندوفن، بس ما لحقناش نصور لان كان الاتوبيس فاضل له وقت صغير ويطلع، فاضطرينا نجري او اضطريت اجري. ولكن الحمد لله وصلنا فيرت. هتلاقي حتى الاتوبيس ورايا والناس واقفه بتستلم الشنط بتاعتها. والجميل ان عشان خاطر القطر اتلغى، فعملوا ان الباص ده يجي مجاني، الناس تيجي كلها تركب اللي رايحه فيرت بلاش، وبالشنط وبكل حاجه كانت يعني حاجه حلوه. هنروح دلوقتي محطه القطر دي، هنروح نركب منها ونطلع ان شاء الله على ماستريخت على الحدود الهولنديه. اشوفكم بقى في القطر جوه. دخلنا القطر التاني دلوقتي الحمد لله، لحقنا مكان. يعني الدنيا كانت فاضيه لان الناس كلها تحت بتستلم الشنط، فانا مش معايا شنطه غير الشنطه التيمه اللي معايا دي. فالحمد لله لحقنا. من هنا لماستريخت المكان اللي احنا عايزينها تاخد تقريبا حوالي 50 دقيقه. فاشوفكم بقى ان شاء الله لما نوصل واحنا بناخد القطر اللي هو هيعدينا لبلجيكا. نزلنا الحمد لله ووصلنا عند القطر الثالث. هوريكم هو ده القطر، ده مكتوب محطوط عليه علم بلجيكا، في هولندا المانيا. لا دي مش هولندا والمانيا وبلجيكا. هو ده القطر، شكله حتى من بره مختلف عن بقيه القطارات اللي احنا ركبناها، صغير خالص حتى مش كبير. فيا دوب نلحق نلاقي مكان نقعد عشان الدنيا جايه زحمه يعني.
الحمد لله لقينا مكان وقعدنا. الحمد لله الحمد لله. ان الرحله دي طويله شويه، هنطلع منها على بلجيكا هننزل وناخد بقى القطر اللي هيودينا على لوكسمبورغ. لا الدنيا زحمه خالص يعني. في هايكنج تقريبا او في كامب طالع تبع مدرسه، فالدنيا زحمه قوي. بس اشوفكم ان شاء الله لما نوصل في القطر ده. وصلنا في المحطه اللي في بلجيكا اسمها ليك حاجه كده. المهم ان المحطه دي جميله جدا. هناخد القطر ده انتوا شايفينه ده القطر اللي هيودينا لوكسمبورغ. هو بيطلع على لوكسمبورغ، بعد كده بيقف في كام محطه في النص، فاحنا هننزل في واحده منهم وبعد كده هنكمل رحلتنا للوكسمبورغ. بس كنت عايز اوريكم المحطه دي شكلها جميل قوي. محطه رهيبه بصراحه. طيب ندخل. عيال رايحين عاملين كامب تقريبا، عاملين كامب في حته ما، بيوزعوا نفسهم على القطر. تقريبا هم واخدين القطر كله من ساعه ما طلعنا من ماستريخت. هم دول اللي انا بقول لكم عليهم. الدنيا زحمه قوي بسبب العيال دي. تقريبا دي رحله مدرسيه، عاملين لهم كامب في حته ما معينه يعني. بس تمام يعني، احنا مستمتعين لحد الان. الدنيا ماشيه الحمد لله كويس زي الفل، مفيش اي مشاكل. يعني الحمد لله لحقنا كل حاجه في ميعادها. اللي حصل الصبح في موضوع القطر ده والباص الحمد لله اتحل، كل حاجه في ميعادها. اشوفكم بقى ان شاء الله لما نوصل ونبدا رحلتنا في مدينه كليرفو. ووصلنا عند اول وجهه لينا، كليرفو في لوكسمبورغ. فين كليرفو دي يا جماعه؟ كليرفو دي اقصى شمال لوكسمبورغ، على بتحدها من الجنوب، يعني هي الشمال يعني جنوب بلجيكا. انتوا فاهمين ولا انا مش فاهمين ولا انا بقول غلط؟ معنينا هي على الحدود ما بينها بين بلجيكا على طول. كليرفو دي واحده يعني من المدن الصغيره جدا اللي موجوده في لوكسمبورغ. تقريبا هم كلهم على بعض يعني اللي ساكنين فيها حوالي 2000 نسمه، يعني مش رقم يعني. احنا عندنا ممكن بلدنا اكبر منها ولا حاجه. ولكن مدينه مهمه جدا، اثرت في احداث كتير. هندخل جوه المدينه ونستكشفها ونشوف ممكن ونعرف ايه سبب ان الناس اصلا اللي موجوده هنا بيسيبوها وبيمشوا. فده هندور ونعرف ونشوف كل حاجه ونجرب نحاول لو حلال نجرب الاكل بتاعهم ونشوف كده ايه الدنيا جوه المدينه. بس انا هديكم انطباع اول ما خرجت بره. اول يعني محطه القطر زي ما انتم شايفين هنا، دي محطه القطر اهي. اول ما بتخرج كده انت شايف قدامك الجمال ده، سبحان الخلاق. تلاقي جبل فوق منه شجر عادي، وبعدين هم عاملين جوه الجبل ده او فوق الجبل ده طريق للعجل وطريق للمشاة، سلالم يعني الاثنين. هتلاقي كل واحد يا اما طالع بعجله يا اما طالع على رجليه. تمشي كده بقى تلاقي انت دي المدينه كلها. ده اول ما بتنزل من محطه القطر بتشوف كده. تنزل هناك يعني عند الناس اللي هناك دي، وبتيجي عشان تدخل المدينه بتركب الباص ده من محطه الباص دي. انت شايف الجمال ده. الناحيه التانية برضو جبل وشجر، بس هنا بقى في بيوت. يعني بصراحه انا اول ما دخلت الانطباع جميل قوي. احنا عايزين نوصل السنتر، انا شايفه من هنا، ولكن الجو حر. درجه الحراره عاليه. احنا الاسبوع دوت يعني في اوروبا حر. فانا مش قادر امشي ده كله، لان احنا لسه معانا يوم طويل هحكي لكم تفاصيل كتير. وهنا المواصلات ببلاش الاثنين. يعني انا عندي ميزه ان انا اركب باص وما ادفعش حاجه، وفي نفس الوقت اوصلني اسرع، وبدل ما امشي واتعب. فاهم يعني؟ لوكسمبورغ كل المواصلات اللي فيها ببلاش، حتى الحمامات العامه اللي في الشارع برضو ببلاش. فيعني ليه ما نستفدش بالحاجات دي طالما احنا موجودين يعني. بس فاحنا مستنيين الباص تقريبا اللي هيودينا. تلاقي الشاشه اهي قدامه تقريبا 7 دقايق. فهنستنى الباص ان شاء الله، هوريكم الباص بيبقى عامل ازاي، واوريكم الطريق من الباص بيبقى عامل ازاي، وبعد كده ننزل بقى هناك في السنتر ونحكي ونتكلم ونستكشف ونشوف كل حاجه في المدينه. خليكم معانا. قبل ما نبدا بقى ما تنساش حط اللايك وسبسكرايب. انا اللي بيشوف الفيديوهات تقريبا 50% منهم مش عاملين سبسكرايب في التشانل. فيعني معلش تعالوا على نفسكم واعملوا سبسكرايب. انت كده بتدعمني وبتقول لي كمل، وفي نفس الوقت يعني لايك يعني حاجه حلوه. لو الفيديو في عندك اي كومنت اكتب لي، قول لي انت عندك كذا محتاج يتعدل ونشتغل على ده ان شاء الله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك. ما تنساش عايزين نوصله ل 100 لايك. فيلا اعمل لايك وورينا جمال اللايك بتاعك يا عم. اشوفكم ان شاء الله في الباص. دخلنا الباص يا جماعه، شايف الباص
الباص نضيف قوي قوي بصراحه، يعني فاضي زي ما انتم شايفين ومكيف، ودي حاجه غريبه في اوروبا، باص مكيف ازاي؟ هرجع تاني المحطه بقى ما تلعبوش. طيب خلينا نشوف زي ما انتم شايفين كده الباص نضيف قوي ومكيف وحلو زي الفل، والناس ايه قاعده مستمتعه. وصلنا عند السنتر بتاع المدينه، هنلف جوه، ولكن اول ما تنزل كده لفت انتباهي حاجه. لو بصيت هنا كده، بص شكل القلعه دي، هنطلع ان شاء الله ونشوفها كده، شكلها حلو قوي من فوق من بره من تحت من هنا. والناحيه التانية لو انت فضلت ماشي معاك بعناية خليك يعني زي بص ده حمام، انا هناك اهو، الحمام ده عمومي ببلاش، في كل اوروبا الحمامات دي بتبقى بفلوس، لكن هنا ببلاش. خلينا كده نمشي جوه الشوارع ونشوف الدنيا فيها ايه. يعني ده السنتر بتاع المدينه. الحمد لله ما فيش فيه حاجات تخلينا نلف الكاميرا، ولكن ده سنتر المدينه يعني. الشوارع ضيقه قوي، يعني انا ماشي يا دوب واخداني، ما تاخدش اتنين جنب بعض. مش عارف بقى علشان خاطر ان المحلات او الكافيهات دي عامله الكراسي بره قوي، ولكن خلينا نمشي كده ونشوف مع بعض. بصوا البيوت، بصوا عاملين ايه. ده محل للسجاد، عاملين سجاد اللي هي من جلد البقر. دي كلها حاجات تقريبا مشغولات يدوية، ممكن تكون يدوية او مش يدوية عادي، ممكن تكون حاجات عادية. ازيك يا دي حصان؟ بصوا البيوت دي ازاي. بس السنتر بالنسبة ان هي مدينة صغيرة، السنتر بتاعها كبير، وفي يعني بارات كتير وفي حاجات وفيها عادات كتير وكده، بس تمام يعني حلو مش وحش. هنطلع ان شاء الله دلوقتي نشوف القلعة من فوق، يعني قلعة كليرفو. ده بنك ده، حتى تصميم البنك والله شكله حلو مش وحش. احنا جبنا اخر السنتر، انا قريته وقلت ان هو كبير وهو مش كبير. لا لا لسه فيه. في هناك تمثال، عايزين نشوف ده تمثال مين ولا ايه. لا لسه فيها والله. لا مدينة حلوة مش وحشة خالص يعني. انا في تمثال شفته هناك عجبني، هروح اشوفه ده ايه ولا بتاع مين، وارجع ندخل من الجنب ده، وبعد كده بقى نشوف بقى اسمها ايه، القلعة اصلا بقينا من هنا شكلها حلو قوي، الناس قاعدة بتستجم، بس مش زحمة خالص يعني، الدنيا هادية. اسمه ايه ده ولا بتاع مين ولا ايه؟ اعتقد ده تمثال له علاقة بالحرب العالمية التانية. And the vision of the citizens of Clevo and the great from France. ده تمثال للجندي مجهول ولا مش مجهول؟ لا معروف، هو شكله معروف. قال لك تقديرا من المواطنين اللي هم الكليرفويين واعضاء السيبا from grateful friends in the US. تقريبا كده انا فهمت. في معركه هنا حصلت اسمها معركه الثغره او باتل اوف ذا بولج او معركه الاردين. هنعرف تفاصيل المعركه دي كمان شويه، هي حصلت في الحرب العالميه الثانيه ايام النازيين. القصه بتحكي في ايه، ان المانيا النازيه او النازيين كانوا محتلين المدينه هنا، وجاء الجنود الامريكان هم اللي حرروا المدينه دي، فوفاء وتقديرا ليهم عملوا لهم النصب التذكاري ده، وحطوا حتى جنبهم علم امريكا موجود على طول، حتى مكتوب التاريخ من 1944 1945. دول الناس اللي هي شاركت في المعركه دي. ده قصه التمثال اللي انتوا شايفينه ورايا ده. بس تعالى نتمشى كده تاني ونشوف ايه اللي ممكن نعمله في المدينه دي من المواطنين الكليرفاويين. بس هي هاديه خالص، ما فيش فيها حاجات كتير يعني، حتى الناس تقريبا معظم اللي هنا مش سياح، دول مش ساكنوا سياح، دول تقريبا معظمهم لوكال. ف الحاج اللي قاعد بفالنا هو حمالات ده لوكال وش يعني، هنا. مش سايح، لا جو شمس شويه وهوا شويه وربنا يستر وما يجيلناش برد يعني. تقريبا عشان اهل المدينه مهتمين بالزراعه او برعايه الحيوانات عاملين النصب ده. انا بقرا اكبر من حياتي. بس دي شوارع حتى فاضيه خالص، مفيش فيها اي حاجه،
ده سوبر ماركت عادي. دي القلعه اللي هي فوق، نطلعها ان شاء الله دلوقتي ونشوف كده إيه الدنيا. نطلع فوق واشوفكم فوق ان شاء الله. طلعنا السلم، الممر ده كده يودينا على الكنيسه او على الكاتدرائيه، بس احنا عايزين نطلع القلعه. واضح ان مالهاش دخله من هنا، تقريبا مالهاش دخله من هنا. بس انا لفت انتباهي حاجه كده، هنا تلاقي علم لوكسمبورج وجنبه علم امريكا. تقريبا كل ده بسبب حوار قصه الحرب والنازيين والكلام ده. حتى هنا في واحده دبابه من مخلفات الحرب، اي تطلع تلاقيها في سنتر المدينه. اكيد مش شغاله، لكن دي من مخلفات الحرب العالميه الثانيه. لان زي ما قلت لكم المدينه دي رغم ان هي صغيره حصل هنا معركه كبيره جدا، وعشان كده دي قصه دي يعني بيعتزوا بيها قوي. هنطلع من هنا كده ونشوف القلعه من فوق عامله ازاي او بتتكلم في ايه. فوق اتضح ان احنا عادي ممكن ندخل جوه عند الدبابه ونشوفها، فتعالى نقرب منها كده ونشوف كده، نعرف نضرب طلقه ولا اي حاجه. اكيد لا. دي كلها مخلفات للحرب العالميه الثانيه. في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. انت لا مش معلكيش نجمه بقى، مش انت نفس الدبابه ولا اي حاجه. دي القلعه هنطلعها دلوقتي ان شاء الله، ودي معلومات عن المعركه وهقولها لكم كلها. يعني انا هقول لكم كل المعلومات اللي تخص المعركه بتاعه الثغره او معركه الارضين او وات ايفر الاسم اللي هم كانوا بيسموها ايه. بس هو ماليش غير الاسمين دول. يعني لو طلعنا كده نشوف الدنيا فيها ايه من جوه. احنا كده طالعين القلعه. الحاجه دي تمشي عشان اوريكم المدخل بس. بس السلم اطلعوا معايا بقى، اتفضلوا. دي قلعه كليرفو، وقلعه كليرفو دي ليها قصه كبيره قوي. يعني هحكيها لكم ان شاء الله كمان دقيقتين. بص هنا انت شايف المدينه كلها من فوق ازاي. احنا لسه ما طلعناش فوق، يعني القلعه اهي لسه فوق، لكن من هنا انت برضو تقريبا شايف المدينه من فوق كلها. القلعه دي قصتها ايه؟ في القرن دي اتبنت في القرن ال 12 الميلادي، وكانت مبنيه كانها حصن دفاعي عن المدينه، لان هي موجوده فوق مكان عالي او مكان مرتفع، فهي كانت الحصن لو فكانت مبنيه على اساس ان هي حصن دفاعي عن المدينه. ولكن بعد كده انا مش واخد راحتي في التصوير، انا بحب اصور في الزحمه محدش بياخد باله. المهم ان القلعه دي اتبنت في القرن ال 12 الميلادي، وكانت مبنيه كانها حصن دفاعي عشان تحمي المدينه من الاعداء والهجوم والحاجات دي. اللي حصل بعد كده ان العيله الحاكمه خدتها مقر ليها وبدات تحكم من هنا. كليرفو كانت بتحكم كليرفو من هنا من المكان ده، لحد ما جت الحرب العالميه الثانيه والقلعه دي اتدمرت تقريبا، لحد ما جت امريكا بعد كده انقذتهم وخدوا بعد كده القلعه. قعدوا يرمموا فيها بقى بعد ما كانت اتهدت خالص، قعدوا يرمموا فيها لحد ما وصلت، حاولوا يرجعوها على الشكل اللي كانت موجوده عليه قبل كده، لحد ما وصلوها للحاله اللي احنا فيها دي. فاللي احنا شايفينه ده يعني نتاج ترميم سنين. دي مش القلعه الاصليه، لان القلعه الاصليه اتهدت في الحرب العالميه الثانيه. بس دي قصه القلعه كلها. معلومة نسيت أقولها عن القلعة دي دلوقتي عملوا جواها متاحف كتير قوي، علشان وده خلاه يعتبر القلب الثقافي للمدينة. فأي حاجة حصلت على مدار السنين بالنسبة لكليرفو محفوظة في متحف من المتاحف اللي جوه دي. ومن ضمن المتاحف برضو اللي موجودة متحف اسمه ذا فاميلي مان. المتحف ده اسمه يونسكو ميموري اوف ذا وورلد، أو ذاكرة العالم بالنسبة لليونسكو. أي حاجة بتحصل أو حصلت محطوطة هنا. القصة بتاعتها إيه؟ بتاعت المتحف ده، في مصور شهير أمريكي اسمه إدوارد ستاكيان حاجة زي كده. الراجل ده جه هنا وعمل إيه؟ قعد يلف العالم كله ويصور صور كتير قوي، وجه عملها وحطها في المتحف ده. عشان كده المتحف ده اسمه ذاكرة العالم، لان اي حاجة الراجل ده صورها كان بيحطها في المتحف اللي هنا ده، علشان خاطر يقول ان البشر كلهم زي بعض. ده كان هدفه نبيل، ان يقول ان البشر كلهم زي بعض، عندهم نفس الاحساس نفس المشاعر. للاسف المتحف مقفول، كنت عايز ادخل اوريكم بعض من اللوحات بتاعته او بعض من الصور اللي هو صورها، بس للاسف مش هنعرف. فكانت فكرته ايه؟ ان البشر كلهم عندهم نفس الحب ونفس المشاعر ونفس كل حاجة، والمفروض ما يكونش فيه اختلاف بيننا وبين بعض. فعشان كده المتحف نفسه اسمه ذا فاميلي مان، او اللي هو ذاكرة العالم. ده مصنف كأحد أهم مواقع التراث بالنسبة لليونسكو، واليونسكو حط له أولوية كبيرة جدا بسبب
الصور اللي جواه. طيب لقينا ان المتحف نقدر ندخله، ولكن ممنوع ان احنا نشغل فلاش جوه، فهندخل نصور ان شاء الله جوه ونشوف ايه الدنيا. التذكره ب 6 يورو، بس انا جالي فضول ادخل اشوف، فمش مهم، ندخل نشوف كده الدنيا فيها ايه. مش هنعمل صوت بقى. بص الصور نفسها شكلها بيقول سواء انت كنت مواطن ابيض، سواء انت كنت مواطن اسود، او ايا كان لونك، سواء كنت امير او ملك او صيني هندي اي حاجة، الناس كلها عندها نفس المشاعر ونفس كل حاجة. دي كده كانت فكرته وهو بيصور الحاجات دي. يعني الصورة دي مثلا بتاعت، انا مش فاهم الكلام ده مكتوب ليه، لكن بص هنا يقول لك الطفل ده له حق زي الست دي. الأطفال الصغيرة سواء كنت هنا في أوروبي، دي أوروبي، كنت عربي، مسلم مش مسلم، الناس كلها عندها نفس المشاعر، الناس كلها بتلعب. يقول لك أنت لازم نكون كلنا شخص واحد. جيت هنا مثلا صورة للهنود الحمر فوق، صورة للهنود الحمر، صورة للناس في أوروبا زمان، يقول لك إن كل واحد، صورة للناس في أفريقيا، المشاعر كلها واحدة، الناس اللي بنحب كل واحد في أي مكان. دي كانت الرسالة بتاعته. أنا بحاول ما أطلعش صوت عشان بس الناس حواليا المفروض تبقى فيه هدوء شوية. الناس دي مثلا هما بيحصدوا الزرع، يعني مثلا دول بيحصدوا الزرع، دول بيزرعوا، دول في الصين، دول في أوروبا، مفيش فرق، دول في أفريقيا. دي قصة الزرع على مستوى العالم. ده واحد بيربي خرفان، ده هما بيعملوا السكة الحديد، ده هنا بيعملوا السكة الحديد، هنا كانوا بيجروا حاجة من المية. متحف كبير قوي، الراجل ده عنده صور كتير كده ليه؟ تلاقي هنا برضو جايب حاجات من أيام المشاريع اللي كانوا بيعملوها زمان ساعة الثورة الصناعية الكبرى. تلاقيهم مثلا هنا بيمدوا أنابيب تقريبا غاز أو بترول. ده واحد شغال برضو مش عارف بيعمل ايه، ده بيهد بيت عامل، تلاقيه هو مركز حتى على الأمام، ده بيشيل طوب. بس أنا كده أشبعت فضولي، مش عايز أكتر من كده بصراحة، فيعني كفاية عليا كده، أنا ماليش قوي في جو المتاحف والحاجات دي، فكفاية أخرج بقى نكمل جولتنا بره. دي كانت جولتنا كده جوه القلعة، يعني مش هنطول أكتر من كده لأن القلعة تقريبا كلها متاحف، وأنا ماليش قوي في جو المتاحف يعني، بس أنا دخلت متحف ذاكرة العالم ده علشان خاطر كان عندي فضول أعرف ذاكرة العالم فيها إيه. بس زي ما انتم شايفين كده، يعني طلعت قلعة فعلا، يعني احنا كده نازلين نازلة الواحد مش ماشي مظبوط، تحس ان هو ممكن يتدحرج كده هو نازل. بس يعني دي كانت جولة كده جوه القلعة. دلوقتي هنروح المكان ده نقدر نشوف فيه كليرفو كلها من فوق، بعد كده نشوف بقى حاجة نتغدى. يعني انا عايز اتغدى بصراحة، بس عايزين ناكل اكل ايه محلي، فده اللي عليه الدور، ان احنا ندور على اكل محلي بقى. بس الاول نروح نصور المدينة كلها من فوق، وننزل نتمشى تاني كده جوه المدينة ونستكشفها. انا عرفت قصة الكنيسة اللي هناك دي، بس انا بصراحة مش جاي لي فضول ادخل. الكنيسة دي برضو مبنية زمان ولحد دلوقتي بيعيشوا فيها رهبان لطريقة معينة، انا مش عارف ايه هي بصراحة، يعني انا قرأتها بس انا مش عارف دي ايه، وبصراحة مش عايز ادخل اتطفل على حد او حاجة، فماليش فضول بصراحة يعني. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنشوف اعلى نقطة في المدينة، نتصور من هناك كده ونشوف المدينة كلها من فوق عاملة ازاي، بعد كده ننزل نتمشى شوية في شوارعها ونتغدى، وبعد كده نروح المدينة اللي عليها الدور. بس المدينة اللي عليها الدور بقى مش هتنزل لكم في الفيديو ده، هتنزل لكم في الفيديو اللي جاي. هنقسم ان شاء الله زي ما احنا ماشيين كل مدينة بفيديو. يعني الفيديو ده مش هيكون طويل، انا عارف لان هنا مفيش حاجات كتير تتحكي، لكن انا جاي مخصوص علشان اشوف متحف ذاكرة العالم ده، وجاي مخصوص تاني برضو عشان اشوف قصة الحرب ومخلفات الحرب. بس متحف الحرب يعني بصراحة تذكرته غالية، واحنا اتعورنا في التذكرة التانية وما كانش ليها يعني ما استمتعتش قوي، فيعني مش لا هناكل احسن.
اوريكم الاكل المحلي هنا عامل ازاي. يبدو ان احنا مش هنتغدى هنا. دلوقتي قعدت ادور على مكان فيه لوكال فود لحد ما الباص يجي، فما لقيتش، فروحت سالت تور جايد هنا، المفروض ان هو لوكال من اهل المدينه والمفروض يبقى يعرف كل حاجه. قال لي حقيقه الامر ان مفيش حد هنا بيعرف يقدم الاكل بتاعنا، او مفيش يعني مفيش مطعم هنا بيقدم الاكل اللي هو المحلي اللي انت ممكن تاكله. انت ممكن بقى تاكل يعني في مطاعم كتير، ادخل اكل بقى في اسباني وفي ايطالي وفي بلا 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 بلا، ادخل كل اللي انت عايزه. بس انا كنت عايز اجرب الاكل المحلي، للاسف قال لي مش هتلاقي هنا، فهضطر بقى اجيب اي حاجه من السوبر ماركت. وفي المدينه اللي جايه ان شاء الله في يندن لما نروحها نجرب هناك، ندور على اي حد هناك بيعمل الحاجات دي. لحسن الحظ لقينا مطعم حلال جنبنا هنا، فقلت بدل ما اغامر واروح هناك، بصراحه بيني وبينكم انا جعان قوي، فاخدكم معايا نشوف برضو الاكل هنا بيعملوه ازاي. هو المفروض الحلال حاجه احنا عارفينها، بس برضو هوريكم يعني ليه لا. خليني اشتغل فود بلوجر لمده 5 دقايق واقيم لكم الاكل. بس بصوا برضو وانا ماشي لقيت طلع جبل. فعلا الناس بتحط الورد ازاي على الشبابيك. صوت العصفور حلو قوي. مش عارف انتوا سامعينه من المايك ولا لا، لان انا مشغل المايك. بس بصوا هتلاقي في كل حته الورد، الناس كلها حاطه ورده على الشبابيك. البيوت دي الشوارع القديمه ضيقه قوي، وكلها مطالع ومنازل زي ما انتم شايفين كده، حته طالعه وحته نازله. الشوارع القديمه كلها كده، معرفش ليه. انتوا زمان ما كانوش بيحبوا يوسعوا على نفسهم ليه شويه، مش عارف. البيت ده اكيد صاحبه عربي اللي بيسيب الشباشب بره كده. احنا ده بيطلعك على الكنيسه اللي انا قلت لكم عليها، احنا مش هندخلها. هنا مطعم كباب اهو. اهو لا بصوا هنا، بص ده القلعه من الناحيه التانيه، الورد في كل حته، ودي القلعه. هنزل اخدها لكم من تحت. دي القلعه كلها من تحت عامله ازاي، كبيره على فكره كبيره، بس ما دلوقتي بقى كلها متاحف معرفش ليه. طب والله كويس ان جيت الناحيه دي، انا كنت همشي من غير ما اجي الناحيه دي واصور الناحيه دي. لا حلو حلو. بس وصلنا عند المطعم اسمه كباب نورد. الو is it halal? Sorry? The food is halal? Yeah. Sure. طلبنا الاكل والاكل وصل معانا. تعالوا اوريكم بقى طالبين ايه. احنا طلبنا طبق، هي وجبه كباب عراقي. الراجل صاحب المحل طلع عراقي، يعني الحمد لله اتاكدنا انه حلال فعلا. بس اوريكم الاول. بس ده الاكل. بس هنا كده هو مايونيز، وده الكباب بتاعنا، ودي شويه سلطه. بسم الله. لا والله حلو، فريش وحلو، الفراخ حلوه. ناخد واحده من غير بقى صوص واحكم لكم عليها. اشتغلت فود بلوجر، رساله الى كل الفود بلوجرز، منعش وعمرو شريف وغيره، احذروا. لا والله حلو. نجرب البطاطس بقى، المطعم يبان من البطاطس. لا حلو برضه، البطاطس بتاعته نضيفه. طبعا مهريس يعني، بس البطاطس كان ممكن تبقى احلى، بس الكباب حلو قوي. هانجوي ماي ميل بقى وارجع لكم. طلعنا يا جماعه بقى فوق الجبل، بس ما طلعناش على رجلينا بصراحه، كان مشوار كبير قوي. بس كفايه شوفوا الناس، ده انا اصلا نازل، بص الطريق عامل ازاي وانا نازل، يخض اصلا لوحده. طلع على رجلي ايه؟ انا كنت نفسي يتقطع. المهم خدنا باص طلعنا لحد فوق، ونازلين بقى 5 خطوات كده على رجلنا، مش كتير. هوريكم شكل المدينة من فوق، وبصراحة شكل المدينة خرافي جدا. يعني انا شايف، بس انتوا مش هتشوفوا عشان ورق الشجر ده الكتير ده، فانا بس عايز اشوف مكان يعني شكله يدوكوا فيو حلو واوريكم طبعا على طول. انتوا بصيتوا ورايا هنا كده، بص البيوت مبنية ازاي على حافة الجبل. يعني علم الانسان ما لم يعلم، سبحان الله. المهندس اللي فكر في الافكار بتاعت البيوت دي جميل جدا يعني، راجل دماغ والله. لا حلو. المفروض ان في مكان يعني كلير كده الواحد يقف من عليه يشوف. انتوا شايفين دي شجر ازاي؟ انتوا شايفين كده حته شجر كلها، فمفيش حاجه باينه. المفروض يكون في مكان يعني مخصص لان احنا نقدر نشوف من عليه. لقيناها بعد معاناه، لقيناها. بص بقى يا معلم، لا اي حد هيجي يعني، انت هتطلع
شايف احنا كنا فين؟ تنزل تحت كده، تفضل نازل 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 لحد ما تشوف الكراسي دي. اطلع بقى هنا، خد بقى اول امبريشن معايا المدينه من فوق. شوفها عامله ازاي. انت شايف كل حاجه قدامك. السؤال هم ليه ما بنوش القلعه هنا؟ هنا انت كاشف كل حاجه اكتر من تحت، ولكن احنا ملناش دعوه. هم اللي هم براحتهم، بلدهم معرين فيها يا عم. بس هنا انت شايف كل حاجه، انت شايف القلعه قدام هنا. لو مشيت كده شويه شايف الكنيسه. اي نعم الشجره دي بس ورقها كبير شويه، محتاجه يتقص عشان نشوف. شوف كده لو طلعت بالعصايه لفوق هنا اوريك. اعتقد كده انت شايف كل حاجه، كل حاجه باينه. دي المدينة من فوق جميلة والله. احنا كنا هناك، احنا كنا واقفين هناك كده. والى هنا سيداتي انساتي سادتي نكون وصلنا لنهاية الفلوج بتاعنا النهاردة. اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه. مدينة مش كبيرة، مفيش فيها حاجات كتير، فلوج صغير، حاجة ترفيهية خفيفة او ثقافية خفيفة. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. احنا هنكمل بنفس اللبس كده، بنفس كل حاجة. هنطلع من هنا هنروح على مدينة تانية برضو في لوكسمبورج، ناخد الباص نطلع على هناك ونبدأ الفلوج الجديد. فالفلوج الجديد ان شاء الله اللي هينزل هيكون مكمل لده واللي بعده واللي بعده. هي سلسلة كده من الفيديوهات هناخدها مع بعض على لوكسمبورج في طريق واحد ان شاء الله. والى لقاء اخر، سلام.